الحمد لله الاخوان، رجعنا لليوتيوب بعد غياب طويل وبسبب مشاكل في الحاسوب ديالي الاخوان. فكنعتذر بزاف على التاخر هذا، صراحه دام اكثر من شهر ونص. ان شاء الله غنعوضكم بزاف د الفيديوهات من هنا لدراري كاس العالم باذن الله، والمحتوى غيعجبكم باذن الله. اليوم غادي نهضر على التوقف الدولي بدا، ومرتقب الدولي البارسا عندها واحد الماتشات اللي غيكونوا قاصح عند اتلتيكو مدريد في الموندو ديالنا، غيكونوا هما البارسا والماتشات ديالهم في شهر 4. فخليكم معنا نطلع. يا الاخوان في شهر 4 باذن الله غادي يكون عندنا ماتش ضد الاتليتيكو في لا ليغا في المونجويك، ورا غادي نلعبوا ضد الاتليتيكو في الكامب نو، ورا غنلعبوا ضد اسبانيول في الكامب نو، عاد مورا غادي نلعبوا ضد الاتليتيكو في المونجويك اياب دوري الابطال. مورا عندنا جوج ماتشات ساهلين نسبيا ضد سيلتا فيغو وخطافي. فان شاء الله غادي يكون هذا هو السيستم ديالنا في شهر 4 الكالندري ديالنا. باش نفهموا الدراري صعوبة شهر 4 غيكون عندنا واحد 3 د الملاحم ضد الاتليتيكو مدريد في ظرف 10 ايام الاخوان. فهاد الصعوبة هادي صراحة هي اللي عندنا، حيت انه غادي نعاني من مشكل الارهاق والضغط ديال المباريات، خصنا عارفين انه اتليتيكو والمدرب سيميوني واحد الخصم اللي ماشي ساهل، ودارسين درا صغار في الادوار الاقصائيه كيولي واحد الخصم اللي صعيب بزاف. من وجهة النظر ديالي الشخصية كنشوف انه البارسا خصو تضحي على الاقل بواحد من هاد الماتشات هادو، واللي كنشوف غادي يكون هو في حالة طرات اللي في بالي انه البارسا قدرت في الكامب انه تربح باكثر من فارق جوج الاهداف. كنشوف التضحية بماتش ديال الاياب غادي يكون في لواندا متروبوليتانو، هذا هو المسرح اللي كنشوف انه خاص تضحي به البارسا، ولكن في حالة قدرت انها تربح الذهب بواحد الفرق اكثر من جوج الاهداف. حيت لا ليغا كيما كنشوفو الريال بدل تبعنا وحاليا كيدوزو بواحد الفورمه اللي عالية بزاف مع قيادة المدرب اربيلوا اللي غنديرو عليه فيديو ان شاء الله. وكذلك بالنسبة للمباريات السهلة اللي عند مدريد، وحنا المباريات اللي عندنا شوية نسبيا صعيبة. باش تفهموني أكثر أنا ما عنديش مشكل صراحة أننا نضحيو بماتش لا ليغا، حيتاش نقدروا نعوضوا النقاط، حيت كاين كلاسيكو غيحسب في شهر 5. غير هو أنا كنفضل هي بحال ربحنا الذهاب بفريق كبير. وكذلك كنتمنى من المستر هانزي فليك أنه يقدر يضبط إيقاع المباراة والريتم ديال المباريات بثلاثة، حيت أنهم بثلاثة الماتشات ما غادي يكونوش نفس السيناريوهات ونفس الأداء بالضبط. حنا عارفين أنه سيميوني واحد المدرب اللي تكتيكي بحت، وفريمون كيما كنقولوا كيعطش الماتش باش انه كيستنزف كاع القوه اللي عندك. هذاك كيما قلت لكم انه خصنا ضروري نربحوا مباراه الذهاب دوري الابطال بواحد النتيجه اللي كبيره، فرق جوج الاهداف. واخا بالنسبه لي فرق جوج الاهداف راه ماشي في الشك، خصك تحافظ على الكلين شيت ديالك في الكامب انه ضروري باش تسهل عليك المهمه في الواندا متروبوليتان. كذلك كنفضل انه حاليا في هاد الاربع مباريات الاخيره شفنا واحد الاستقرار دفاعي بقياده الرباعي كل من كانسيلو وجيرارد مارتن كوبارسي واراوخو، والخلف ديالهم بطبيعة الحال خوان غارسيا اللي كيقدم واحد الاداءات الرائعه ديالو مع الفريق. فكنتمنى صراحه انه مستر فليك يبقى بهذا نفس هذا الخط الدفاعي اللي شفنا انه ولا متفاهم وكيعطينا ماتشات اللي نقيه صراحه. بالنسبه لاراخو باش انه يحد من الخطوره لوكمان وديك الجهه نحاولوا انه نقللوا الخطوره منها ما امكن. كنا شفنا في الديربي ضد الريال اتليتيكو كيفاش الخطوره كانت من جهه لوكمان قويه بزاف. داكشي كنفضل اراخو على كل من كوندي وإيريك غارسيا، نظرا انه قوي دفاعيا. كذلك خصنا الدراري نحاولوا ما نخليوش مساحات الاتليتيكو مدريد اللي هو واحد الفريق اللي خطر بزاف في المساحات، واللي كونتر اتاك ديالهم كيتعتبر من احد اخطر الفرق لا ضبطوا كونتر اتاك، حيت انهم عندهم اجنحه قويه. كل من جوليان سيميوني وادام لوكمان غادي يكونوا صاحبين واحد الاجنحه اللي خطيرين. وما نساوش الهجوم ديالهم مكون من الفاريز وغريزمان، لعابه اللي ذكيين بزاف في الكاري 19، غيشكلوا لنا خطر اللي كبير. فصراحه نتمنى انه كاع اللاعبين يكونوا في فورما صراحه. خاص بحال اتلتيكو ما يكونش ساهل، وغادي ينزفنا بزاف من اللياقه البدنيه ديالنا. نقدروا نقول لك بلي ماتش سيلتا فيغو وخيطافي غنلعبوهم وحنا بواحد اللياقه اللي كارثيه. فنتمنى صراحه انه مستر فليك يعرف كيفاش انه يوظف الخصائص لكل لاعب، يعرف يقرا الماتشات بثلاثه. ماتشات غيكونوا صعاب في واحد الطرف اللي قصير، وكذلك بين هاد الماتشات راه كاين الديربي الكاتالوني ضد اسبانيول، فريق اللي تا هو خطير جدا. ولكن كل دام انه البارسا تلعب في الكامب نو بحال كاع ماتشاتها 15 ماتش، احصائيه اللي زوينه بزاف صراحه، كتدل على القوه ديالنا في الملعب ديالنا. فصراحه هذا هو كل شيء اللي عندي. نتمنى صراحه مستر فليك يبدع باذن الله ويقدم واحد الاداء اللي يكون زوين وما يخيبناش باذن الله. المهم هذا فيديو كان صراحه قصير باش انني جبت العوده ديالي. الفيديو الجاي ان شاء الله غنهضر على المنتخب والتعيين ديال وهبي بالمناسبه، اللي الشهر ونص المنتخب راه كنتعين وهبي، فغنهضر على هذا الموضوع. فهادشي اللي كان معكم منتصر من الكورة. تهلاو.